من ممثلة مشهورة لمتهمة في أخطر القضايا. القصة الكاملة لنجمة التسعينات معالي زايد. اتولدت معالي عبد الله المنياوي في 5 نوفمبر 1953 في مدينة القاهرة. أمها تبقى آمال زايد الممثلة المصرية المعروفة، وأبوها يبقى عبد الله المنياوي ضابط في الجيش المصري. الحكاية بدأت عام 1943. بتتجوز آمال زايد وهي في بداية مشوارها الفني من الضابط عبد الله المنياوي، واحد من الضباط الأحرار، وبتعتزل الفن لمدة 15 سنة. خلفت فيهم 4 أبناء: محمد ومهجة ومجدة ومعالي. معالي زايد كانت الأخت المدللة من الأب والأم حتى الإخوات. كبرت معالي ودخلت كلية التربية الفنية لأنها كانت بتحب حاجة اسمها رسم، وزي ما كانت بتحب حاجة اسمها رسم كانت بتحب التمثيل جدا، لأنها كبرت وتربت وسط أجواء عائلة فنية. أمها ممثلة، وخالتها جمالات زايد وخالها ممدوح زايد برضو ممثلين. بس برغم كل ده ما قدرتش معالي زايد إنها تدخل التمثيل غير بعد وفاة والدتها، لأنها كانت رافضة تماما إن حد من ولادها يدخل المجال ده. معالي كانت شخصية مسؤولة، ورغم صغر سنها دخلت التمثيل رغم صعوبة المهنة من مواعيد وتوتر أثناء العمل، بس حبها للفن خلاها تنجح من البداية. بدايتها الفنية بدأت في السبعينات من خلال مسلسل اسمه الليلة الموعودة، وقدرت معالي من خلاله تحقق نجاح كبير جدا وسط نجوم كبار، لدرجة ان نجاحها ده خلاها تتحارب من اول عمل تقدمه وتدوق مرارة الغيرة الفنية مع اول خطواتها. بس معالي زايد ما اهتمتش بكل الكلام ده، وانطلقت بسرعة الصاروخ في السينما والتلفزيون، لانها ببساطة شخصية متنوعة في ادوارها، اداء متميز ولون خاص ما بتشبهش غيرها، واستمرت في رحلة صعود بلا توقف. بس الصعود دايما بيكون فيه عقبات وأزمات، والعقبات والأزمات اللي قابلت معالي زايد كان ليها شكل تاني خالص. أصل ما كانتش شوية مشاكل كده وخلاص، دي قضايا وصلت بيها لساحات المحاكم خلف القضبان. في منتصف التسعينات وبالتحديد عام 1996 بدأت معالي تتجه لنوعية معينة من الأدوار، واللي وصفها الكثير بالجرأة الزايدة، خاصة إننا في مجتمع شرقي بتحكمه الدين والعادات والتقاليد. قررت معالي زايد تشارك أحمد زكي بطولة فيلم أبو الدهب، وكانت بتجسد دور أخته في الفيلم. ورغم جرأة الدور إلا إن معالي زايد أصرت إن هي تقدمه، وما كانتش تتوقع إن بعض مشاهدها في الفيلم هتوصلها للمحكمة وتبقى قدام قضية هي الأعنف في تاريخ السينما المصرية في الوقت ده. اللي حصل إن لما اتعرض الفيلم على الرقابة طلبت منهم حذف بعض المشاهد الغرامية اللي جمعت بين معالي زايد وممدوح وافي، وفريق العمل ساعتها وافق على الكلام ده. حلو كده. بس اللي حصل ان خلال عرض الفيلم في السينما اتفاجئ واحد من مفتشين الرقابة بوجود 3 نسخ من الفيلم لم يتم حذف المشاهد منها، وبدأت الأزمة من هنا. وعلى الرغم ان المنتج هو المسؤول الأول عن أي عمل فني والشخص المسؤول عن تسريب النسخ دي، لكن اللي حصل ان الاتهامات كلها اتوجهت لمعالي زايد وممدوح وافي، ولو نفسهم هما الاتنين متهمين في قضية التحريض على الفسق ونشر الرذيلة، وعقوبتها بتوصل ل3 سنين. المهم ان القضية اتحالت لمحكمة الجنح، وصدر حكم بالحبس سنة مع الشغل ضد معالي زايد وممدوح وافي. ومعالي زايد ساعتها اتجننت وحست ان مستقبلها كله بيضيع، فعملوا استئناف على الحكم ووقفوا للمرة التانية قدام محكمة جنح الأزبكية، وتم تقديم المستندات القانونية باعتبار معالي زايد وممدوح وافي مجرد ممثلين أدوار وغير مسؤولين تماما عن نشر النسخ دي. وفعلا تم إلغاء الحكم الصادر ضد معالي وممدوح وتبرئتهم من الاتهامات تماما، ومعاقبة المنتج بالحبس 3 شهور مع إيقاف التنفيذ وغرامة 5000 جنيه. بس اللي حصل كان ليه أثر سيء جدا على معالي زايد، جالها حالة اكتئاب ووزنها زاد. ومش ده بس اللي حصل لمعالي زايد بسبب الفيلم ده، الواضح ان الفيلم ده من البداية كان لعنة على معالي، لأنه سبب لها أزمة كبيرة جدا أثناء التصوير مع جوزها. اتجوزت معالي زايد مرتين في حياتها. الزوج الأول كان بيشتغل مهندس. معالي كانت مبسوطة بالجوازة دي وقررت ان هي تبتعد فترة عن التمثيل وتدي اهتمامها كله لبيتها وجوزها. بس الجوازة دي ما كملتش أكتر من 3 سنين وحصل الانفصال عشان تتجوز للمرة التانية من دكتور اتعرفت عليه وهي بتعمل عملية جراحية. وخلال فترة جوازها التاني كانت بتصور معالي زايد فيلم أبو الدهب، وفي يوم اتفاجئت معالي بدخول جوزها أثناء تصوير أحد المشاهد، فبيتفاجئ الزوج إن المشهد واحد من المشاهد الجريئة اللي جمعت بين معالي زايد وممدوح وافي، فبيتخانق معاها خناقة كبيرة جدا وصلت بيه إنه حلق لها شعرها، واتقال إنه بسبب الموضوع ده اتوقف تصوير الفيلم لمدة 6 شهور، واضطر المخرج في الآخر إنه يلبسها باروكة عشان شعرها مش عايز يطول. وبيتم الطلاق بينهم عشان تعلن معالي زايد بعدها وتقول عن الزواج إنه أكبر مقلب شربته في حياتها، وان الجواز كان بالنسبة لها تأديب وإصلاح. وقالت معالي انها ما بتدخلش الفن في حياتها الشخصية، ومن الاخر اللي بيحبها يقول لها روحي مثلي، لان شخصيتها بتتوازن لما بتقف قدام الكاميرا. وقررت معالي زايد ما تدخلش الرجالة في حياتها تاني وتعيش لفنها عشقها الاول زي ما كانت بتقول.
لأن لحظة طلاقها كانت قاسية وصعبة عليها جدا، فلغت موضوع الجواز ده من حساباتها خالص. ورغم كل الصدمات اللي مرت بيها معالي زايد، إلا إن الصدمة الكبيرة اللي هزت حياتها كلها كانت عام 1972 لما مات أبوها وماتت أمها وماتت أختها ماجدة، كلهم في نفس العام، عشان تعيش بعدها معالي زايد أسوأ أيام حياتها. وبعد ما فاقت معالي من الصدمة قررت بعدها دخول التمثيل. ومش كده وبس، قررت معالي إنها تاخد لقب عيلة أمها عشان يكون اسمها الفني ويبقى اسمها معالي زايد. حصلت معالي زايد على جوائز كتيرة في حياتها. واحدة من الجوائز دي كانت جايزة أفضل ممثلة عن واحد من الأفلام اللي عملت ضجة كبيرة، وصلت بيها للنيابة في تهمة خطيرة جدا، وهو فيلم للحب قصة أخيرة. نيجي بقى للقضية التانية اللي تم اتهام فيها معالي زايد. أبو الدهب ما كانش الفيلم الوحيد اللي كانت هتضيع معالي بسببه، لأنها فجأة لقت نفسها قدام نيابة الآداب بسبب مشهد بيجمعها مع يحيى الفخراني في فيلم للحب قصة أخيرة. الفيلم ده كانت بتقدم فيه دور الزوجة ليحيى الفخراني، وبسبب مشهد جريء اتقدم فيهم بلاغ بارتكاب فعل فاضح داخل استوديو التصوير. بعد ما شاف واحد من الجمهور الفيلم وراح رايح على اسم البوليس ومقدم فيهم بلاغ، لأنه اعتبر إن المشهد اللي شافه ده بيمثل العلاقة بين الزوج والزوجة. وفعلا اتجهت الشرطة لبيت يحيى الفخراني وبيت معالي زايد واتقبض عليهم، وانتشرت تفاصيل القضية على صفحات الجرايد. ولولا تدخل الرقابة على المصنفات وأنقذتهم من السجن بعد ثبوت إن المشاهد دي كانت ضمن السياق الدرامي للفيلم، كان هيضيع مستقبلها هي ويحيى الفخراني. معالي زايد اتعرضت لمواقف غريبة جدا في حياتها، زي ما قلتلكوا إن اسم معالي زايد هو اسم الشهرة، لكن اسمها الحقيقي هو معالي عبد الله المنياوي. لما اتولدت معالي، أبوها بعت العسكري اللي عنده يطلع لها شهادة الميلاد، فراح العسكري قايل للموظف ان اسم المولود معالي، ولما سأله عن اسم الاب قال له الصاغ عبد الله المنياوي زي ما متعود، لكن الموظف طبعا ما فهمش، راح كاتب معالي الصاغ عبد الله المنياوي. وبسبب غلطة العسكري دي اتفاجئت معالي زايد بان اسمها في شهادة الميلاد بقى اسمها معالي الصاغ. مش بس ده الموقف الغريب اللي بتتعرض له معالي زايد، في احد المناسبات الرسميه جابوا معالي زايد تقول كلمه وهي كانت ملهاش في الجو ده خالص بالنسبه للاحتكاك بالجمهور على المسرح، لانها ساعتها كانت بتعتبر لسه وجه جديد بعد نجاحها في مسلسل الدموع في عيون وقحة. المهم ان الحفله دي كانت بمناسبه انتصارات اكتوبر، فوقفت معالي على المسرح بتقول كلمتها، وبعد كده راحت قايله بحيي الرئيس انور السادات وبحيي الاستاذ حسني مبارك، وافتكرت فجاه انها اتلخبطت، فراحت قايله بحيي الرئيس الراحل السادات وبحيي الرئيس حسني مبارك كويس كده، وخدت بعضها وقالت يا فكيه بعد اللي عملته. بس الموقف اللي ما قدرتش تنساه كان يوم جوازها، لما اتفاجئت ان المأذون اللي جاي يتجوزها جاي ورابط وشه بالشاش والميكروكروم بعد ما عرفت ان عربيه خبطته وهو جاي لها، وقالت ساعتها ايه الفال الوحش ده، يا ريته ما كان جه احسن. امنيات ما اتحققتش في حياه معالي زايد. معالي زايد امنيتها انها كانت تعمل اسره وتخلف، بس للاسف ما عرفتش تحقق الامنيه دي، وده اللي خلاها بعد كده تدور على الهدوء والاستقرار بس بشكل مختلف. فاخدت عزبه على الطريق الصحراوي وجابت فيها حيوانات اليفه، وقررت تعيش وسط الهدوء والابتعاد عن اي اجواء من الحياه الفنيه والتفرغ للحاجه اللي بتحبها وهي الرسم. اما عن امنيتها التانية فكانت ان هي تعمل معرض تعرض فيه لوحاتها ورسوماتها الفنيه، بس للأسف الأمنية دي برضو ما اتحققتش وهي عايشة. ونيجي للنهاية. في 10 نوفمبر 2014 بتتعرض معالي زايد لأزمة صحية شديدة في الرئة، لأن معالي كانت معروفة بشربها للسجاير بشكل كبير جدا، وبيتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ويكتشف الدكاترة إنها مصابة بسرطان الرئة. بعد رحلة عاشت فيها معالي زايد تخطت فيها الأزمات وتمردت لحد ما وصلت إلى مكانة تريده فنيا، من مكانة فنية رسمت بيها تاريخ فني لاسم معالي زايد بين صفوف النجوم والنجمات. ورغم الانتقادات قدمت الكثير من الإيجابيات من أعمال فنية هادفة زي الدموع في عيون وقحة والسادة الرجال وكتيبة الإعدام والشقة من حق الزوجة وامرأة متمردة.